أدوات التعريف في اللغة الإنجليزية. إيه هو الفرق ما بين an و the؟ تابعوا معايا فيديو النهاردة لأنه مهم جدا جدا في تعليم وأساس اللغة الإنجليزية. اهلا بيكم في انجلش فلوج جديد مع دعاء، ولو اول مره تشوفني فاهلا بيك، نورتني. اشترك دلوقتي حالا معايا في قناتي انجلش فلوج وفعل الجرس كمان علشان يوصلك دروس انجليزي مناسبه لكل يوم وفي كل المجالات باذن الله. ولو شفت الحلقه اللي فاتت فاحنا اتكلمنا عن اقسام الكلام في اللغه الانجليزيه، ال8 اقسام. لو ما شفتش الحلقه هسيبها لك دلوقتي حالا في الاي. اتكلمنا وعرفنا الفرق ما بين الاسم والفعل، الناون، الفيرب، البروناون، وكل الحاجات دي، وكان شرح كويس جدا جدا. وعلشان كمان يكون الاساس بتاعنا قوي فكان لازم اقول لكم درس النهارده، وهو الفرق ما بين استخدام وان وذا وامتى بنستخدمهم وامثله وكل الحاجات دي. فتابعوا معايا فيديو النهارده مهم قوي قوي، وحضر كالعاده ورقه قلم وكوبايه الشاي ويلا بينا نبدا. وبشكل مختلف هبدأ معاكم فيديو النهارده ان انا هلخص لكم اللي انا هقوله لكم، بس مهم طبعا ان انتوا تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان تشوفوا كل الامثله وكل التطبيقات كمان. وفي اخر جزء خالص من فيديو النهارده هيكون فيه تدريب او اختبار بسيط هنحله مع بعض عشان نتاكد ان احنا فهمنا كل حاجه. فبمنتهى البساطه وان دي اسمها ادوات النكره، دي بتتقال قبل الاسماء او الصفات اللي بتكون يعني عامه بشكل عام، ولا انا ولا انت. يعني انا بكلمك دلوقتي انت مش عارف انا بتكلم عليه، انا بتكلم عن حاجه عامه مش حاجه محدده احنا متكلمين عليها قبل كده. وبالتالي لما نكون احنا الاثنين بنتكلم عن حاجه محدده واحنا الاثنين بنتكلم عن حاجه احنا عارفينها وتناقشنا فيها قبل كده هنقول قبلها perfect. دي اسمها أداة التعريف. فده كده ملخص درس النهاردة اللي هو وان أدوات النكرة، بنتكلم عن حاجة عامة مش محددة احنا الاتنين ما كلمناش عنها قبل كده. وذا أداة التعريف اللي بتتقال قبل الاسم أو الحاجة اللي احنا الاتنين عارفين احنا بنتكلم عنها واتناقشنا فيها قبل كده. تعالوا بقى نشوف شرح أكتر ونفهم الدنيا أكتر مع بعض، يلا بينا. وهنبدأ أول جزء خالص وهو أدوات النكرة وان، وهقول لكم الفرق وإمتى هنستخدم وإمتى هنستخدم ان كمان. ودايما ادوني examples علشان أتأكد إن انتم متابعين وفاهمين كل حاجة معايا. طيب أدوات النكرة دي احنا بنقولها قبل الأسماء والصفات، يعني الناونز والادجكتيفز. وزي ما قلت لكم لازم تشوفوا الحلقة اللي هي بتاعت أقسام الكلام اللي سبتها لكم في أول الفيديو عشان برضو تعرفوا الفرق ما بين الاسم والصفة. فبنستخدم وان قبل الاسم والصفات اللي هي بتكون مفردة يعني واحد بس، ومعدودة. حلو. مفردة يعني مثلا أقول car يعني عربية واحدة، car عربية بشكل عام. زي ما قلت لكم هي حاجة نكرة احنا مش محددين حاجة معينة. حلو. لكن لو قلت two cars دي كده ايه؟ جمع، يبقى cars ما يتحطش قبلها عرفتوا الفرق؟ يبقى دي كده اللي هو الاسم، جزئية الاسم المفرد. تمام. اما بالنسبة لجزئية المعدود فطبعا في حاجة في اللغة الانجليزية اسمها countable اللي هي الاسماء المعدودة، و uncountable اللي هي غير المعدودة. المعدودة الحاجات اللي تقدر تعدها، فنقدر نقول مثلا لابتوب، ممكن نقول flowers، ممكن نقول مثلا كاميرا، فون، كل دي حاجات معدودة. ولكن انت لما هتيجي تقول حاجات غير معدودة زي مثلا water اللي هي المية، تمام، او مثلا لما نقول air اللي هو الهواء اللي حواليك انت تقدر تعده؟ اكيد لا. كل دي حاجات غير معدودة فبالتالي ما بيجيش قبلها ولا ولا ان. كده سهلة. تعالوا نقول examples اكتر برضو نوضح بيها الدنيا. يعني مثلا لما اقول I bought a dress last week. I bought a dress last week. dress يعني فستان، يعني انا اشتريت فستان الاسبوع اللي فات. ده معناه ان انا اشتريته كده يعني حاجه عامه. انا مثلا ما كلمتش انا وصاحبتي قبل كده على الفستان ده، او هي عارفه ان انا رايحه اشتري الفستان ده، لا مفيش الكلام ده. فقلنا address، يبقى ده كده ايه؟ مفرد ومعدود. هنا بقى يجي الفرق التاني ما بين وان. بنستخدمها قبل الاسماء اللي بتبدا بحروف ساكنه، او بنقول عليها في الانجليزي consonant. الكونسونانت اللي هو
الحرف الساكن اللي هو ايه بمنتهى البساطة كل حروف اللغة الإنجليزية ما عدا ال5 حروف المتحركة هقول لكم عليها كمان شوية. خلاص؟ فلما بتكون الكلمة بتبدأ بحرف، ركزوا معايا، بتبدأ بحرف ساكن هنقول تمام؟ زي مثلا لما نقول book يعني كتاب، dog يعني كلب، وزي ما قلت في المثال address كلهم بيبدأوا هم بحروف ساكنة، فبالتالي قلنا طيب هنيجي بقى لجزئية قلنا بنستخدمها قبل الحروف المتحركة اللي هي الفاولز. الفاولز هم 5 حروف بس اللي هم A I E O U. حلوين؟ احفظوهم كده A I E O U 5 حروف متحركة. أول ما نلاقي ال5 حروف دول في بداية الكلمة فبالتالي هنقول زي مثلا an elephant اللي هو الفيل، أو an orange اللي هي البرتقانة an orange. أوكي؟ أو مثلا لما نقول an egg اللي هي البيضة، وهكذا. طب احنا ليه بنقول اصلا؟ دي برضو معلومه ليكم بنقولها علشان نسهل النطق. حتى انت لو نسيت ال5 حروف اللي انا قلت لك عليهم، ودي تركايه كده ايه افتكروها، حاول ان انت تحط تجرب تحط فلما هتلاقيها صعبه بالنسبه لك ان انت تنطقها يبقى انت كده المفروض تحط ازاي يعني مثلا لما اقول elephant هتحسوا انها غريبه elephant وقفت كده لا ما ينفعش، فهنقول an elephant. اوكي؟ او مثلا عندي كلمه اورنج فهتقول اورنج، لا هنقول an orange عشان تسهلوها على نفسكم حتى لو نسيت ال5 حروف اللي هم المتحركين. تمام؟ بيرفكت. خليني اخد فاصل بسرعه وافكرك لو ما اشتركتش معايا في القناه ان انت تنزل دلوقتي حالا وتضغط اشتراك علشان توصلك كل دروسي، وتفعل الجرس طبعا عشان يجيلك كل الدروس بتاعتي وما يفوتكش اي حاجه خالص. تعالوا نرجع نكمل. وحاجه تانية بنقول فيها وهي الكلمات اللي بتبدا بحرف H وبيكون حرف H فيها silent. ايه بقى الكلام اللي انت بتقوليه ده بقى يا دعاء؟ فهمينا بالراحه كده. يعني مثلا لما نقول كلمه hour اللي هي ساعه، تمام؟ hour مش بنقول hour غلط كنطق غلط، انت بتقول على طول حرف الاو اللي هو hour، فهتقول an hour مش مع انها بادئه بحرف الاتش اهو اللي هو ساكن، بس لا احنا بنقول هنا الساوند نفسه لان اتش هنا يعني silent مش بنقولها، فبنقول an hour. يعني مثلا I finished my work an hour ago. I finished my work an hour ago يعني من ساعة أنا خلصت شغلي. حلو؟ بسيطة جدا. أو مثلا لما نقول كلمة honest معناها حد صادق وصريح يعني ممكن أقول مثلا I have an honest friend. يعني ايه؟ يعني انا عندي صديقة صادقة وصريحة قلنا هوت ما قلناش خلي بالكم من النقطة دي مهمة جدا جدا. ما تنساش اكتب لي دلوقتي حالا في الكومنتس الاكزامبلز بتاعتك واستخداماتك وان وكلمات مختلفة وهكذا علشان نتشارك كلنا مع بعض ونوصل للجزء الثاني من الحلقة وهو اللي هي أداة التعريف. وزي ما قلت لكم في الأول احنا هنقولها قبل ما نكون بنتكلم عن حاجة أنا وانت عارفين هي ايه. خليني أقول مثال توضيحي يوضح لنا الدنيا هتكون عاملة ازاي. لما مثلا أقول I am writing an email بتكلم انا مثلا وصاحبتي فبقول لها I'm writing an email. اوكي؟ او لما اقول لها I'm writing the email. اوكي؟ هقول لكم احنا ليه قلنا the كمان شويه برضو. طيب ايه الفرق ما بين لما نقول في المثال الاولاني ان ايميل معناها ان انا بكتب ايميل بشكل عام، انا شغاله اهو دلوقتي وقاعده برد على الايميلات وبكتب والكلام ده كله ومش حاجه انت عارفاها ومش حاجه اللي قدامي عارفها. اما لما اكون بقول I'm writing the email حددت بذا اهو، حطيت قبل الايميل ذا، معناها ان انا بتكلم عن ايميل محدد انا وهي عارفين احنا بنتكلم عن ايه. ايميل مهم مثلا، ايميل احنا اتناقشنا فيه انا وهي قبل كده وهي عارفه انا بحكي لها ايه، فبقول لها خلي بالك انا بكتب الايميل اياه اهي زي ما احنا كده بنقولها يعني. فببساطه جدا لما قلنا ذا معناها ان احنا حددنا الحاجه نفسها. طيب في بقى نقطه مهمه جدا وحاجه يعني بصوا دي تip او نصيحه للنطق بتاعنا. الفرق ما بين ذا وذي.
امتى تقول ذا وامتى تقول ذي كالنطق، يعني هي الكتابة كلها واحدة. ذا مع الفتحة يعني كأننا بنفتحها كده لما يكون الكلمة اللي بعديها بتبدأ بحرف ساكن، اللي هم كل الحروف في اللغة الإنجليزية ما عدا ال5 حروف الفاولز. بس هنقول ذي لما يكون الكلمة اللي بعديها بتبدأ بحرف متحرك أو فاول. حلو. يعني ايه؟ يعني لما تكون الكلمه اللي بعد اللي معانا بتبدا مثلا ب A I E O U اللي هم الحروف ال5 الفاولز، حاسه ان انتوا تكونوا حفظتوهم خلاص اوريدي معايا لاني قلتهم كذا مره يعني. هنقول perfect، هنقول the. اما لو احنا عادي بنتكلم عادي فبتقولها ذا، وطبعا بتطلعوا لسانكم شويه وانتوا بتقولوا TH في الاول. حلو، دي كده نقطه بسيطه جدا بخصوص النطق. وبخصوص استخدام ذا بشكل عام اللي هي اداه التعريف، برضو في حاجه تانية بنقول فيها ذا لما نكون بنتكلم عن حاجه ما فيش منها غير حاجه واحده بس. يعني لما نقول the sun، the sun يعني الشمس، في شمس واحدة فاحنا بنقول the sun خلاص، فانت هتقول قبلها ذا. او the president، the president اللي هو الرئيس برضو لانه حاجة واحدة بس او في منه واحد بس، فبالتالي بتقول قبلها ذا، فده استخدام تاني برضو مهم لازم تعرفوه. مثال اخير علشان اوضح لكم الفرق ما بين الآ والذا، لما اقول مثلا I bought a car، I bought a car، او I bought the car، I bought the car. انتوا بقى المفروض دلوقتي تقولوا لي ايه الفرق. I bought a car يبقى انا اشتريت عربيه بشكل عام، انا ولا حكيت لك عنها ولا انت تعرف عنها اي حاجه واشتريت عربيه وخلاص. اما لما قلنا I bought the car يبقى دي العربيه اللي انا وانت اتكلمنا عليها قبل كده وانا حكيت لك عليها وانت عارف فقلنا I bought the car. تعالوا ناخد مع بعض تدريب بسيط جدا نحله سوا، حلوه كده شويه معايا علشان تتاكدوا انتوا فهمتوا كل حاجه 100%. يلا بينا. لما نقول مثلا I met نقط friend نقط hour ago، فكر انت في الحل دلوقتي واملى المسافتين دول. حلو قوي. فهنقول I met a، ممتاز، a friend an hour ago. perfect. انا بتكلم بشكل عام، ما حددناش ان احنا حكينا قبل كده ولا اي حاجه خالص، فقلنا وان. انا قابلت صديق ليا من ساعه وقلنا ان قبل اور علشان اور بننطق اللي هو حرف الاو على طول، فبالتالي بنقول perfect. تعالوا ناخد سؤال تاني. لما نقول مثلا my grandfather lives in نقط old house، املوا النقط. perfect. يبقى هنقول my grandfather lives in an old house. أنا بتكلم برضو بشكل عام، جدي عايش في بيت قديم. لما نقول مثلا I bought نقط red car I told you about. ممتاز. يبقى هنقول I bought the red car I told you about، يعني أنا اشتريت العربية الحمراء اللي أنا قلت لك عليها، فأنا وضحت إن احنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع فبالتالي استخدمنا ذا. ممتاز. ودي كده كانت حلقتنا النهاردة وشرحنا مع بعض بشكل مفصل الفرق ما بين ان وذا، ادوات النكره اللي هي وان، وذا اللي هي اداه التعريف. وقلت لكم كمان تيبس مختلفه عن النطق كمان وازاي تعرفوا تفرقوا الاستخدامات، وقلت لكم امثله كمان من عندي. وفي الاخر خالص عملنا تدريب بسيط وحلينا مع بعض. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تكونوا استفدتوا النهارده في الفيديو وعجبكم، وطبعا مستنيه على طول الاكزامبلز وتطبيقاتكم تحت في الكومنتس في التعليقات. لازم تكونوا دايما active learners وتعودوا ان انتوا معاكم الورقه والقلم على طول معايا في الحلقه عشان تسجلوا ان شاء الله كل حاجه وتستفيدوا 100%. لو عجبك فيديو النهارده ما تنساش لايك بليز للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش معايا في القناه
اشترك دلوقتي حالا وفعل الجرس كمان علشان يجيلك كل دروسي لكل يوم، وان شاء الله الانجليزي بتاعكم يتطور ويتحسن وتوصلوا لكل اهدافكم، واشوفكم على كل خير في الفيديو الجاي. باي باي.